السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الفطر المبارك. الوفد الإريتري يلقي كلمة أمام الاجتماع الدوري السبعين لمفوضية وضع المرأة. انطلاق المنافسات الرياضية لقيادة قوات العمليات الخاصة. مقتل 27 مسلحا في عمليات للجيش في النيجر ضد جماعات إرهابية. زاخاروفا تحذر من أي تصعيد صاروخي ياباني تجاه روسيا. باكستان وأفغانستان تعلنان هدنة خلال عيد الفطر. إلى التفاصيل. تم الاحتفال اليوم 20 من مارس في جميع أنحاء البلاد بعيد الفطر المبارك للعام 1447 هجرية بحفاوة بالغة. وفي أسمر أدى كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة والدبلوماسيين المقيمين في إريتريا وآلاف المسلمين صلاة العيد. وفي خطبته شرح مفتي إريتريا ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار معاني وواجبات صيام رمضان وعيد الفطر وفوائده الروحية والجسدية. وقال الشيخ سالم أن هذا اليوم يوم فرح وسعادة، يوم محبة ورعاية، يوم تعاون وتواصل وتمتين الوحدة الوطنية. وذكر بضرورة إشراك جميع أطفالنا وتشجيعهم بغض النظر عن جنسهم على قدم المساواة وخاصة في التعليم. وفي الختام هنأ الشعب الإريتري عموما والمسلمين خصوصا وقوات الدفاع الباسلة التي تبذل جهودا جبارة لحماية البلاد وتنميتها بعيد الفطر المبارك. وقد تم بث صلاة العيد مباشرة على الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيران أن الاحتفال بعيد الفطر جرى على نحو مماثل في جميع أنحاء البلاد. ألقت سفيرة إريتريا الدائمة لدى الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفى مريم كلمة إريتريا في الدورة السبعين لمفوضية وضع المرأة التي عقدت في نيويورك في الفترة من 9 إلى 20 من مارس الجاري. وفي كلمتها قالت السفيرة صوفيا أن مبادئ القانون الدولي تواجه تحديات جسيمة في ظل الصراعات الواسعة والانقسامات الجيوسياسية مما يعيق التقدم التنموي ويهدد السلام والأمن ويؤثر سلبا على حياة النساء والفتيات وأحلامهن. وفي إشارة إلى موضوع الاجتماع ضمان وتعزيز حقوق النساء والفتيات في مجال العدالة، ذكرت السفيرة صوفيا جميع أصحاب المصلحة بضرورة اتخاذ مبادرات هادفة لتنفيذ هذه المبادئ. وقالت أنه ينبغي أن تستند إلى السلام والتغيير الاجتماعي والمشاركة الفاعلة للمجتمعات في النضال من أجل برامج التنمية الخاصة بها. وأكدت أن المساواة بين الجنسين تمثل جوهر النظام القانوني الوطني والهيكل المؤسسي للحكومة الإريترية، مضيفة أن هنالك مجالات لا تزال بحاجة إلى تطوير. وأوضحت أن ذلك يعكس كرامة النساء والفتيات وسلامتهن الجسدية. واختتمت السفيرة صوفيا حديثها بالإشارة إلى جهود وزارة العدل لتوسيع نطاق اللجان المجتمعية والمحاكم للوصول إلى جميع المواطنين، وقالت أنها فاعلة ومقبولة للغاية. انطلقت في 13 من مارس الجاري المنافسات الرياضية لقيادة القوات العمليات الخاصة بحضور رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع الفريق أول فيليبوس واليوهانس وقوات الدفاع وقادة قوات الدفاع. وتشمل هذه المنافسات السنوية التي تستمر قرابة شهرين بمشاركة فرق من الجنسين منافسات كرة القدم، كرة الطائرة، وألعاب القوى والرماية وكرة السلة والدراجات والشطرنج والسباحة. وأفاد ضابط التعبئة والتوجيه المعنوي في القيادة أن هذه المنافسات تأتي تتويجا للتصفيات التي كانت تجرى وتشارك فيها فرق قوية ورياضيون بارزون وتحظى بحضور جماهيري كبير.
وفي حفل الافتتاح الذي تخللته العروض الفنية والمعارض التشكيلية تبارى فريقان نابرو وعبد روسو من الفتيات وبارع وعالة من الرجال. عقدت ندوة في 13 من مارس الجاري في مديرية شامبوكو بالتعاون مع مكتب العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والبوليس ووحدة الخدمات الاجتماعية حول القضاء على الممارسات الضارة وأنشطة لجنة إعادة تأهيل وتنمية ذوي الإعاقة وكبار السن والفقراء. وخلال الفعالية التي حضرها رجال الدين ومدراء الضواحي والأعيان تم التأكيد على أن رفع مستوى الوعي أمر أساسي للحد من المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الممارسات الضارة بما في ذلك ختان الإناث وزواج القاصرات. بالإضافة إلى ذلك تم التذكير بضرورة أن تعمل اللجان المشكلة على مستوى المديرية بطريقة منظمة ومنسقة. في غضون ذلك وكجزء من البرنامج التثقيفي عقد اجتماع ركز على معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والفقراء وفقا لوكالة الأنباء الإرترية إيرانا. اختتمت في 13 من مارس في مديرية صالون أسبوع منظمات الطلاب الشبابية تحت شعار التنظيم المجتمعي أساس الكفاءة الشاملة لشبابنا بأنشطة ثقافية وفنية وإبداعية. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية صالون الشاب أبراهام تصفى مريم أن برامج الطلاب عكست قدراتهم وإمكانياتهم الإبداعية شاكرا الجهات التي ساهمت لإنجاح الأسبوع. من جهته أوضح مسؤول الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرون على الشباب العمل معا لتعزيز دورهم المؤثر في نقل ثقافة المجتمع وقيمه. من جانبه حث المدير المؤقت لمديرية صالون السيد هيلي منقشة الشباب على العمل بجد على تقوية تنظيمهم للعب دورهم في برامج التنمية. وقد فازت مدرسة برهاد سعداء بالمسابقة التي أقيمت على مستوى المديرية. في غضون ذلك تم توزيع جوائز عند موصل للمتفوقين الطلاب الحاصلين على درجات عالية في امتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025. من جهة أخرى عقدت محاضرة للطلاب مديرية صالون لتعزيز معرفتهم بالقانون والمساهمة في منع الجريمة والحوادث. وركزت المحاضرة على أنواع الجرائم وطرق التعامل معها والأخلاقيات ودورها في منع الجريمة ومستويات المخالفات والجرائم. عقدت الجمعية التعاونية لمربي الأبقار في مديرية دكمحري وضواحيها اجتماعا في 17 من مارس الجاري لبحث سبل مضاعفة الإنتاج. وأوضح مسؤول الشؤون المالية في الجمعية الأستاذ قلة عند مريم بأن إنتاج الحليب تضاعف في العام 2025 مقارنة بالعام السابق، وأنه لعب دورا في تلبية حاجات الأسواق في أسمرة ودكمحري. وأشار رئيس الجمعية السيد تسفو يعقوب إلى أنه تم بذل جهود مضاعفة لضمان استمرارية ومراقبة إمدادات الألبان خلال العام الماضي. وحث مسؤول الزراعة في المديرية السيد آلم مبرهة الجمعية على تعزيز تنظيمها والاستفادة المسلم من الموارد المتاحة من وزارة الزراعة. من جهتهم حث المشاركون الجمعية على توفير الآليات لمعالجة منتجاتهم وإيجاد حلول لتحديات توفير الأعلاف والمأوى للماشية وإنشاء مراكز لتوزيع الحليب في دكمحري. وقال مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في المديرية السيد ميكيل سيوم أنه سيتم العمل على حل هذه المشكلات. وقد تأسست جمعية مربي الأبقار في دكمحري وضواحيها في العام 1997 ويبلغ أعضائها 283 عضوا. نظم مكتب الاتحاد الوطني للمرأة بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة في مديرية مصوع دورة تدريبية ل50 من عضواته في الفترة من 16 إلى 18 من مارس الجاري. ركز التدريب على استخدام الأدوية عموما والمضادات الحيوية خصوصا بالإضافة إلى الوقاية من التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز والسل وعلاجها. وأفادت السيدة عمارة محمد علي من وزارة الصحة بالمديرية أن التدريب نظم لرفع مستوى وعي المرأة في مجال الصحة والوقاية من الأمراض المختلفة وعلاجها. وحثت مسؤولة الاتحاد السيدة لملم مبرهتون المتدربات على نقل المعرفة التي اكتسبناها إلى نظيراتهن الأخريات
من جانبه طالبت المتدربات تنظيم دورات تدريبية مماثلة ومواكبة التطورات في المجال الصحي. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن الجيش في النيجر أنه تمكن من قتل 27 مسلحا خلال عملية عسكرية استهدفت جماعة إرهابية تنشط في المنطقة. وأوضح الجيش أن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة التمرد والتطرف، وخاصة في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطا مكثفا لجماعات مرتبطة بتنظيمات مثل داعش في الصحراء الكبرى والقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وأضافت المصادر العسكرية أن العملية نفذت بدقة ومشاركة وحدات متخصصة، حيث تم استهداف مواقع اشتبه أنها قواعد للمسلحين، ولم يتم الإعلان عن خسائر في صفوف الجيش. تأتي هذه العملية في سياق تصاعد العنف في منطقة الساحل، حيث تحولت إلى مسرح مفتوح لصراعات معقدة بين الجيش حكومي وجماعات مسلحة. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستتخذ إجراءات مضادة للحفاظ على قدراتها الدفاعية في حال أقدمت اليابان على شراء صواريخ توم هوك الأمريكية. وقال زاخاروفا خلال إحاطة صحفية أن ظهور تهديدات صاروخية إضافية للأراضي الروسية يستدعي حتما ردا من جانبنا، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ تدابير تعويضية للحفاظ على المستوى المناسب من الجاهزية والقدرة الدفاعية، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم من وكالة تاس الروسية للأنباء. واعتبر زاخاروفا أن نهج طوكيو رسمي يتضمن خطوات متتالية نحو إعادة عسكرية البلاد، بما في ذلك اقتناء منظمات هجومية مثل صواريخ كروز التي لا يمكن تصنيفها ضمن الأسلحة الدفاعية. وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية القيادة اليابانية باستخلاص دروس التاريخ إذا كانت لا تريد أن تجد نفسها في الوضع الذي واجهته خلال الحرب العالمية. أعلنت باكستان وأفغانستان أنهما ستوقفان العمليات العسكرية خلال عيد الفطر. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترارا أن باكستان ستوقف عملياتها العسكرية ضد أفغانستان مؤقتا. من جانبها أعلنت أفغانستان هدنة في نزاعها مع باكستان خلال عيد الفطر، يأتي ذلك في ظل النزاع بين باكستان وأفغانستان، إذا شنت إسلام آباد ضربات عدة على كابول خلال الأسابيع الأخيرة. وتعد موجة العنف هذه هي الأسوأ بين الدولتين المجاورتين. تذكير بالعناوين مرة أخرى. البلاد تحتفل بعيد الفطر المبارك. الوفد الإريتري يلقي كلمة أمام الاجتماع الدوري السبعين لمفوضية وضع المرأة. انطلاق المنافسات الرياضية لقيادة قوات العمليات الخاصة. مقتل 27 مسلحا في عمليات الجيش في النيجر ضد جماعات إرهابية. زاخاروفا تحذر من أي تصعيد صاروخي ياباني تجاه روسيا. باكستان وأفغانستان تعلنان هدنة خلال عيد الفطر. وصلنا إلى ختام النشرة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.